تحياتي، السلام عليكم. معكم رياض العبادي من هولندا كالعاده. بربي اورجون بارتاجيو هذا الفيديو معناها قبل ساعات. اليوم سيدي 15 جوان 2013، توا الساعه سيدي الخامسه. علاش حبيت نعمل الشريط هذا؟ بما خص الباجي قايد السبسي. الباجي قايد السبسي بعد ساعات باش نعمل حوار في قناه الوطنيه. هذه هي رساله مشفره للميليشيات نتاع نداء تونس باش يكونوا شغب وممكن يقوموا باغتيالات حسب المعلومات اللي جاتنا عن طريق صديق من وزاره الداخليه، انسان يخاف ربي، يتقي الله، يحب الوطن، معناه يدافع على الثوره المجيده. قالنا راهو كل مره وين يصير اجتماع من اجتماعات معناها الباجي قايد السبسي ولا حوار من الحوارات على البلاتوات، تصير عمليه ارهابيه ولا عمليه اغتيالات ولا عمليه حرق الزوايا ولا عمليه ما نعرفش. يعني الاحداث اللي صارت ب 14 جانفي هي منسقه، هي رساله مشفره، هي معناها عمليه ارهابيه لاركاع الشعب التونسي باش ما يمرش معناها قانون تحسين الثوره. هكا علاش حبيت ننبه يعني المواطنين التوانسه وتبارتاجيو هذا الفيديو. خذوا حذركم، احذروا من الباجي قايد السبسي، راهي رساله مشفره باش يقوموا الميليشيات بعمليات ارهابيه وعمليات شغب ضد المواطنين، وهكذا يوصلوا معناها ينجحوا في مخططهم، هو الاركاع الشعب التونسي واغلاق السد على قانون تحسين الثوره. ردوا بالكم، راهم فما افراد معناها من وزاره الداخليه على راسهم مدير الامن وحيد توجاني مرت في هذه القضايا الكل، هو اللي عطيهم كارت بلانش الميليشيات باش يكسروا ويحرقوا كل شيء ومحميين. هكا علاش احنا نعاودوا نقولوا للمواطنين باش ياخذوا حذرهم ويدافعوا على ممتلكاتهم ويدافعوا على ارواحهم. واللي صار راهو كله منسق عن طريق الباجي قايد السبسي، وين يخرج يتكلم في التلفزيون ولا يمشي يحضر في اجتماع من الاجتماعات. هذه هي الرساله مشفره كل مره، وتبعناها عن عامين ونص نتبعوا فيه الباجي قايد السبسي، ونخرج يتكلم تصير حاجه في تونس، تصير كارثه. هذا الشيوبه، هذا الفاسد الهامل المجرم الذي مش يحب معناها يخلي تونس في خير، الا هو يحب يخمد الثوره المجيده عن طريق معناها الرموز الفاسده والنظام السابق، فول النظام السابقه اللي ما يحبوش الخير لتونس. بربي بارتاجيو هذا الفيديو، راه اختير ياسر. بعد ساعات باش يخرج الباجي يعمل الحوار في قناه الوطنيه، وهذيك هي عمليه نقطه الصفر بالانطلاق اكبر عمليه اجراميه ضد المواطنين وضد الشعب التونسي. بارتاجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحيا تونس.